يا بنتي اهدي بس، ما تكبريش الموضوع. ما كبرش الموضوع ازاي؟ يعني ايه يجي رمضان وما يجيبليش بوكس رمضان وفانوس؟ برضه هتقولي فانوس؟ يا بنتي انت كبرتي. ولو احنا في رمضان. الله، هو إيه علاقة رمضان بالفوانيس اصلا؟ أول ما بتشوف الفانوس متعلق في البلكونات أو في إيد طفل بيغني وحوي يا وحوي، بتعرف فورا إن رمضان وصل. بس الحكاية ورا الفانوس ده أبعد بكتير من مجرد زينة. البداية كانت في القاهرة سنة 358 هجرية، وتحديدا يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي لمصر، لما المصريين خرجوا يستقبلوه بالليل وهم ماسكين مشاعل خشبية منورة بالشموع. وعشان الشموع دي ما تطفيش من الهواء، حطوها جوه إطار خشبي متغطي بالجلد أو قماش رقيق. ومن هنا اتولدت فكرة الفانوس كوسيلة إضاءة. ومع الوقت الفانوس ما بقاش مجرد لمبة، ده بقى قرار سيادي لما الحاكم بأمر الله الفاطمي أمر إن كل صاحب بيت يعلق قدام بابه فانوس علشان ينور الشارع. وأمر كمان إن الستات لما يخرجوا بالليل لازم يمشي قدامهم طفل وشايل فانوس. ومن هنا ارتبط الفانوس بالأطفال، وبقى هو لعبتهم المفضلة في رمضان. والصناعة نفسها اتطورت في مصر بشكل مبهر، وظهرت منطقة اسمها تحت الرابع في القاهرة كأكبر مركز لصناعة الفوانيس الصاج، وكمان الزجاج الملون اللي مرسوم عليه زخارف إسلامية. وبقينا نشوف أنواع وأسامي كتير زي فانوس فاروق اللي اتصمم مخصوص للملك فاروق، وكمان فانوس البرلمان. والفانوس ده ما كانش حبيس الورشة اليدوية بس، لا، ده الموضوع بقى أكبر بكتير. الفانوس بقى بيتحكم في اقتصاد كامل، وبدأ المستوردين ينقلوا النماذج المصرية للصين علشان تتصنع هناك بالبلاستيك وتكنولوجيا الصوت والضوء اللي بتغني بلهجتنا. وبدأت الصين تصدر لمصر ملايين الفوانيس سنويا، وده بمبالغ وصلت في بعض السنين لأكتر من 250 مليون جنيه، لحد ما الدولة أخدت قرار جريء. في سنة 2015 منعت الدولة استيراد الفوانيس من الخارج، وده لحماية الصناعة المحلية. القرار ده رجع الروح تاني للورش المصرية اللي بدأت تطور نفسها وتدمج بين الأصالة والتكنولوجيا. وبقينا نشوف الفانوس الخشب اللي مطبوع عليه صور الأطفال بالليزر، والفانوس الصاج اللي رجع يغزو البيوت تاني بقوة. ورغم إن المنافسة بين الفانوس المصري اليدوي والصين المستورد لسه موجودة، إلا إن الفانوس بيفضل لسه العملة الرابحة للتجار اللي بيبدأوا يفرشوا بضاعتهم من شهر رجب، لأنهم عارفين إن مفيش بيت في مصر يقدر يستغنى عن فانوس رمضان. فالفانوس مش مجرد حتة حديدة أو بلاستيك، ده شاهد على تاريخنا وبيربط بين جيل وجيل. فبعد ما كان بينور طريق الخلفاء، بقى النهاردة بينور قلوب الأطفال وبيعلن للعالم كله إن مصر بتحتفل بأجمل شهر في السنة. وبس كده، أنا صفا دهب، ودي رحلة صفا، تابعوني.